بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى يا حبايبي، بصوا كده على اجمل طواجن مكرونه نجريسكو في الدنيا، هتجربوها ان شاء الله. جميله جدا، عملناها بطريقتين، عملناها في الطواجن وعملناها برضو في الصينيه. هنعرف طبعا كل ده عملناه ازاي، وكل ده بمكونات بسيطه، وطلعت في الاخر جميله جدا. بصوا بقى الخلطه بتاعتها متماسكه وجميله وتحفه والله. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. نسمي بقى الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكوناتنا إن شاء الله بسيطة وموجودة إن شاء الله في كل بيت. معايا نص كيلو من صدور الدجاج، مش مفرومة، أنا مقطعاها كده قطع صغيرة. أنا يعني ما فرمتهاش، ما بحبهاش مفرومة، وبرضه مش تعملهاش زي الشاورما كده شرايح، قطعيها مكعبات صغيرة. نزلت كده حطيت مادة دهنية في الطاسة، أنا حاطة سمنة بلدي، المتوفر عندك ممكن تحطي سمنة نباتي، زيت، اللي متوفر عندك اعمليه. ونزلت بقى بيها الفراخ، بس سخنت الطاسة كويس جدا عشان بقى تاخد الصدمة كده. المهم بقى في حلة تانية على النار أنا بعمل البشاميل كده. بحط اللبن بقى يغلي، وفي الخلاط أضرب ب4 معالق دقيق مع شوية لبن باردين، وأنزل بقى عليهم وأقلبهم كده لحد ما يستووا بالراحة على نار هادية. وأحط لهم المادة الدهنية، طبعا أنا بتحكم فيها. حطي بقى معلقة، بحط معلقة سمنة بلدي كده، مش بحب يعني دهون كتير فيها. بحط السمنة نباتي طبعا. لو عملنا البشاميل بالطريقة المعتادة بنحط له 4 أو 5 معالق سمنة، وكل واحد برضو على حسب ذوقه وعلى حسب هو بيحب البشاميل اللي بيعمله ازاي. الفراخ بقى اول ما خدت كده الصدمه نزلت عليها ببصل، ونزلت عليها فلفل الوان، فلفل اخضر، المتوفر عندك حطيه. خلاص كده سبتها بقى لما اتعصجت خالص مع بعضها، بقت مستويه وجميله جدا زي ما انتوا شايفينها كده. جبت طبعا مكرونه، معايا مكرونه شرايح. انا كنت عاملاها بمكرونه سباكيتي عاديه، بس هي المفروض بتتعمل بالمكرونه اللي هي الشرايط دي، بس ما لقيتش. طبعا جميله جدا زي ما انتوا شايفينها اهو. والبشاميل قوامه تحفة وجميل زي ما انتوا حضراتكم شايفينه بالظبط. القوام جميل والطعم تحفة اقسم بالله. انا بحط له مكعبين مرق دجاج، ولو رشة جوز الطيب، وبظبط الملح بتاعه، مش بحط على البشاميل ازيد من كده، وبيبقى في غاية من الجمال. جبت بقى كده حضرت كل مكوناتي، البشاميل اللي عصاج معايا بتاع الفراخ، والمكرونه سلقتها 3/4 سوا كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى كده قارب، صينيه مدوره اللي متوفر عندك، بايركس، اي حاجه بتحبيه. حطيت بقى كده دهنتها دهنة سمنة، وبعدين حطيت معلقتين من البشاميل تحت. وكنت حاطة على المكرونة كبشة من البشاميل بس مش كتير. حطيت بقى كده نص كمية المكرونة زي ما انتوا شايفين، وبعدين هجيب العصاج انزل بقى عليه بيه. كمية العصاج كانت كبيرة وحلو خالص، قضت يعني نص كيلو الفراخ. عمل لي الصاج اللي انتوا شايفينه ده، القارب اللي انتوا حضراتكم شايفينه، وعمل لي 3 طواجن كمان هنعملها برضو بطريقة تانية. انا هنا عملتها زي البشاميل العادي بالظبط. حطيت نص المكرونة تحت والعصاج، ونص بقى المكرونة التانية فوقيها من فوق، زي ما حضراتكم هتشوفوا بالظبط انا بعمل ايه. نزلت كده بقيت بقى المكرونة عليها، وهغطيها بقى بالبشاميل. قوامه كريمي جميل جدا والله العظيم. البشاميل بتاعي ده بيبقى تحفة وما بيغلبنيش. انا من الناس صراحة اللي في الاول كان البشاميل مش بيظبط معايا خالص. يعني انا البشاميل على طول كنت بعمله بحس كده ان هو يعني بيدي كده سن، بيكلكع كده معايا، مش عارفة ليه، مع ان البشاميل ده عند ناس كتير سهل جدا جدا. المهم بقى كده حطيت عليها معلقة قشطة من فوق وخلاص. ممكن حطيت كمان قطعتين سمنة كده بلدي زي ما حضراتكم شايفين، تديها بقى كده لمعة، لان ما حطيتش بيض. انا ساعات بضرب بيضة كده في الخليط اللي هو بيبقى على الوش، نص البشاميل اللي بيبقى من فوق، بس ما كنتش حطيت بيض، فحطيت بقى بداله معلقة سمنة. معايا بقى انا كمية مكرونة فاضلة، نزلت عليها كده بكمية العصاج الفاضلة وقلبتها مع بعضها تقليبة كده. يعني دي طريقة ودي طريقة، حابة تعملي الطريقة دي حابة تعملي الطريقة دي، طبعا انتي على حسب ما انتي عايزة. قلبتها كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين. ودهنت برضو الطواجن بتاعتي ديت دهنة سمنة كده، وحطيت شوية بشاميل من تحت، ونزلت بقى عليها كده بالمكرونة، وهغطيها برضو بالبشاميل وقطعة سمنة برضو زي القارب بالظبط. لو وصلت بقى معايا في اللحظة دي حط لي بقى لايك كده واشتراك وفعلي الجرس بقى عشان يوصلك كل جديد. واللايكات يا جماعة ما تبخلوش بقى علينا كده باللايكات. اللايك هو اللي بيشير الفيديو، بس يعني مش هتخسري بقى حاجة، مش بفلوس ولا اي حاجة يعني. خلاص زي ما انتوا بقى شايفين انا كده ظبطتها، وهمسح بقى من حواليا كده زي ما حضراتكم شايفين. نضفت كده مكاني وخلاص.
الطواجن دي بقى حطيت لها كده قطعة سمنة من فوق، وهتدخل بقى الفرن واوريها لكم بقى بعد ما تطلع. جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، اللون تحفة اقسم بالله، بيتحدث عن نفسه، وطرية جدا زي ما انتوا شايفين. والطواجن دي خطيرة والله. انا طلعتها كده وقلبتها في طبق زي ما هي طلعت، عشان طبعا دهنين الطواجن بتاعتنا دهنة سمنة، فطلعت بحالها كده. بس طبعا هي متتاكلش لو هي سخنة. وكمان لما بردت شوية صغيرين قطعت برضو كده، طلعت متماسكة وجميلة جدا. طلعت يعني القطعة بقطعتها كده هتشوفوها برضو. لكن الطواجن دي لما تتاكل بحالها كده جميلة. يعني فعلا وصفة تستحق التجربة. بص بقى الصينية جميلة جدا، وقطعتها كده الخرطة طلعت بحالها ومتماسكة. وخلاص بقى حبايبي، كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، ولحد بقى ما اشوفكم في وصفات اكتر هتوحشوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.